السلام عليكم مشاهدي قناة فاطمة أشرف. اليوم غنحضر معكم فطيرة بالدجاج سهلة وكتجي بنينة بزاف. وهنا غندوزو المقادير. عندنا كاس ديال الحليب يكون دافي، غنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، كنخلطو المكونات ديالنا مزيان. غنزيدو عليهم شويه ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وغنخلطو المكونات ديالنا مزيان. ونزيدو عليهم شويه ديال الزيت البلديه والطحين ديالنا حسب الخليط. غنبقاو نزيدو في الطحين حتى تجمع لينا العجين ديالنا، نزيدو في الطحين حتى يتجمع لينا العجين ديالنا. وهنا بعد ما جمعنا العجين ديالنا نخليوها ترتاح لمده نصف ساعه، وغندوزو هنا الحشوه. عندي هنا بصله كبيره مشلضه، شويه ديال صدر الدجاج، شويه ديال الفلفله، وهنا عندي العطريه، سكينجبير، خرقوم، تحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وهنا عندي شويه ديال الربيع مقرد وشويه ديال الزيت. وغندوزو هنا المقله ديالنا، غندير فيها شويه ديال الزيت ونزيد عليها البصله. ونحركوها نخليوها تشحر مزيان. هنا من بعد ما تشحرات لينا نزيدو عليها صدر الدجاج والفلفله، ونخلطوا المكونات ديالنا ونخليوهم وهنا راه تقطعت ليا القطه فاش درت العطريه. المهم هنا درت شويه ديال الربيع وزدت عليهم شويه ديال الزيتون مقرد، وهنا من بعد ما زدت الزيتون والربيع غادي نطفي على البوطه ديالي وغندوز للعجينه. هنا غنقسم العجين لجوج دوائر، وهنا غادي نسرح العجينه ديالي بالدلاك، وغادي نرشها شويه بالطحين باش ما تلصقش ليا. هنا غندير العجينه ديالي في شي لاطه اللي كتدخل الفران، ونقادها من الجناب مزيان. صافي، وغندير الحشوه ديالي في الوسط. غنحل الحشوه ديالي على الجوانب ديال العجينه. غنزيد عليها شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق. بالنسبه للفرماج اختياري. ودابا غنزيد الطبقه الثانيه ديال العجينه اللي قادينه، غادي نقادها مزيان من الجناب. انا غنحيد ليها كاع دوك الجناب بالموس باش تقاد ليا على الطاوه ديالي.
وهنا غندخلها للفران طيب لينا مزيان. وهنا من بعد ما طابت غنزيد عليها شويه ديال الفرماج من الفوق وغندخلها للفران تحمر ليا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا، كتجي بنينه بزاف البنات. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تدعمونا بلي لايك، وشكرا بزاف وللفيديو القادم ان شاء الله.